زي ما قلنا لمعاليكم كده بالظبط، احنا الايفنتات بتاعتنا مختلفة، وده الايفنت التاني اللي هنشرحه اللي بيشتغل كل ساعة في السيلفر عندنا. احنا الايفنت بتاعنا بتاع تو اونلي ده هنخشه مع بعض دلوقتي. انا بس فتحت 3 اكونتات عشان افهمكم الفكرة ماشية ازاي والايفنت بيشتغل ازاي. ببساطة انا داخل في 50 واحد دخل الايفنت دي، تمام. هنكلم الراجل ده ونخش ونشوف الدنيا بتاعتنا هتمشي ازاي. نخش كده مع بعض هنا. بص يا سيدي، انا دلوقتي عندي 5 افراد دخلوا الايفنت دي، تمام. عشوائيا لما بيتقفل الدخول من بره بيتم اختيار 2 بس اللي يلعبوا بعض. يعني 50 واحد دخل، عشوائيا هيختار 2 بس منهم وهينقلهم لمابا تانية يضربوا فيها مع بعض، واللي هيقتل هو اللي هيكسب. دي كده اول جزئية. الجزئية التانية، الناس اللي موجودة في المابا اللي هي مابة الاستراحة او الويتنج ماب دي كلهم هيرجعوا التاون سيتي تاني. حلو كده. حلو كده. طب ليه عملنا الفكره دي؟ عملنا الفكره دي لان دايما انت عارف طبعا ان في ناس لابسه التمانيات، وفي ناس لابسه حته 12، وفي ناس لابسه مش عارف ايه. ففرق البوتل باور ده احنا مش عايزين نقول للناس، يعني مثلا الناس العاليه دي ما تخشوش الايفنتات، وبرضه مش عايزين نشيل او يعني نحمل هم الناس الضعيفه او الناس اللي لسه نازله. فقلنا نلعب حته اللاك دي شويه. هنعمل ايه؟ هتخش يا باشا هنا، اتفضل. الايفنت دي هيتم اختيار 2 عشوائيين ايا كان مين هما، واللي دخل في الاخر هو اللي ايه، اللي هيتوكل على الله يطلع بره. ده بيوفر شويه نوع من انواع المرونه، بحيث ان ممكن 2 ضعاف يخشوا يلعبوا بعض، وممكن يخش لهم واحد كبير، ممكن ما يخش لهمش، يعني على حسب الفكره ماشيه ازاي. لكن دي ببساطه الايفنت بتاع تو اونلي. ولسه في ايفنتات تانية جايه، كل فيديو هتتفرج عليه على الصفحه بدايه من النهارده. كل فيديو فكره جديده، فيديوهات وايفنتات مش هتلاقيها في مكان تاني. واستنى، لان في حدث كبير جدا احنا عاملينه برضو في السيرفر عندنا، جامد جدا، ومش هتلاقي ليه مكان تاني او هتلاقي زيه في مكان تاني. فكل اللي عليك انك تستنى لغايه لما نشوف الايفنت للاخر دي بتعمل ايه. ولو انت مهتم بكونكر اونلاين اعمل لايك وسبسكرايب للفيديو، واعمل شير لو انت بتتابعنا على فيسبوك للفيديو بتاعنا. وصدقني انت بتلعب سيرفر جامد جدا. كمان عايز اقول لك على حاجه، يعني احنا ليه بنعمل السيرفرات او ليه بنشتغل فيها، او يعني حبنا ليها ده ليه؟ احنا ناس قديمة جدا، احنا لعبنا كونكر من ايام سيرفر كان اسمه كوبلاس. كوبلاس ده كان ايام لما كانت بتقع الدي بي في الارض. السايبر اللي كنا بنروحه كان كله بيقوم يهلل. فلا يعني السيرفرات وكونكر بالنسبة لنا مش مجرد سيرفر بنفتحه عشان نجيب ممبر ونلعب لا. الفكرة كلها ان هو يعني عرفنا على ناس كتير. اول حاجة السيرفرات او كونكر بشكل عام عرفتنا على ناس كتير، خلتنا عندنا شويه مرونه في اننا نتكلم انجليزي. صدقوني يعني احنا ممكن نكون اتعلمنا الانجليش اصلا من كونكر، كنا بنتعامل مع اجانب فويلكم وهلو ومش عارف ايه والكلام الجميل ده. فالدنيا جميله جدا جدا جدا. فده اللي بنحاول نعمله احنا في السيرفر بتاعنا. طبعا زي ما وريتكم هنا اهوت كده، انت السيرفر بتاعك نزل، او الناس الاتنين اللي تم اختيارهم عشوائي دخلوا المابا همت مع بعض. اللي هيكسب فيهم هو اللي هياخد الجايزه. طبعا ده اتطرد بره. اللي هيكسب من الاتنين دول هو اللي هيستلم الجايزه بتاعته. احنا هنجرب كده ايه، نقتل الراجل الجميل ده ونشوف ايه اللي هيتم. قتلنا الراجل الجميل، هيتعمل تشيك تقريبا في الدقيقه 15 لغايه لما يعرف مين اللي كسب. وبعد كده هتلاقي نفسك برضو طلعت بره وخدت الجوائز بتاعتك. واحنا مركزين في الجوائز بتاعتنا على الشامبيون بوينت، لانها هنخلي فيها كل المصادر بتاعه تقويه الاكونت بتاعك. هنحط فيها سي بي اس، والسي بي اس مش باوند، لا انت هتاخد سي بي اس عادي. هي بس الايتم نفسها باوند، مش تقدر تعمل لها تريد عشان ما تبيعش الايتم، يعني سواء ايتم زي دي سواء استونات سواء الكلام ده. لكن دي عادي هتاخدها كليك يمين هيدي لك الايتم نفسها. واهو زي ما احنا بنتكلم دلوقتي، الراجل اللي كسب مين هو الاكونت دوت، وخد 15,000 نقطة. والاكونت التاني اللي جوه ده اللي كان طلع بره اهوت، وده اللي مات. تعال بقى نخش نلحم بقى في الفيديو او في الكويست اللي بعدها، نخش بريف ايفنت. بريف ايفنت دي مختلفة شوية، لانها ايه، لو حضرتك مش موجود في الدونيشن رانكينج مش هتعرف تخش. يعني حضرتك كينج برنس دوك تنورنا معاليك، حضرتك بره السلسله دي يبقى مش هتخش الايفنت دي. طيب هنعمل ايه في الايفنت الجميله دي؟ بريف فكره جديده طرش وما بتهزرش. ليه بقى؟
الايفنت دي اول ما بتخش معاليك هنا والتايم بره بيقفل، تايم الدخول بتاعك بيقفل، نظام باتل. ايه بقى الباتل؟ تعرف يعني ايه تورمننت؟ طب ما نعرفش يعني ايه تورمنت. طيب الفكره بشكل عام، واحد بيلعب واحد. يعني ايه؟ دخل 10 اكونتات هنا، دلوقتي هيتم اخد 2 من الناس اللي موجوده جوه دول ينقلهم مابا ايه تانية، مابة البيكيه. هنا طبعا مفيش بيكيه. مابة البيكيه التانية دي مثلا، وليكن الاكونت ده قتل الاكونت ده، الاكونت اللي في المابا الويتنج ده هيفضل زي ما هو هنا، لما ده يكسب هيخش له الاكونت التاني. حلوه. طرش. طرش. هنشوفها مع بعض دلوقتي. دخلت انا وايبك مثلا، ورحت انا قاتل الواد البايرت ده. البايرت ده خلاص مات بالسلامه وطلع بره. هيبص في المابا دي، والله في ناس لسه موجوده. لو في، قام جاي مدخل الشخص اللي موجود هنا بالحظ، ايا كان مين هو، هيتاخد واحد واحد بالحظ وينقله المابا اللي فيها الاكونت اللي كسبان. الباتل دي بقى ميزتها ايه؟ اولا بحجم ان اللي يدخل لازم يبقى في الدونيشن رانكينج، فيبقى يعني الى حد ما اكونت شويه كويس. بعمل نظام تورميننت، يعني تخش يا باشا والعب وتكسب، واللي يكسب يتبقى والكلام الجميل ده كله. يا سعده يا هناء اللي هيبقى اخر واحد هيدخل للكسبان ويبقى اقوى منه، فهو كده قاعد استنى لما يصفصف دول كلهم ودخل كسب. كل ده هنشوف مع بعض دلوقتي في الايفنت. اللي كمان عايز اقوله لكم ان احنا عاملين الايفنت نفس الفكره بتاعتها بس من غير دونيشن رانكينج، عاملينها بطريقه تانية للناس كلها تقدر تخشها في اي ساعه زوجيه. يعني الساعة 12، الساعة 2، 4، 6، 8 وهكذا، من الدقيقة 0 للدقيقة 9 ده وقت الدخول. والمكسب بتاعها أكبر من المكسب اللي موجود هنا. بس صدقوني أي ايفنت هتلعبه طرش وما بيهزرش ومش هتلاقوه في مكان تاني. احنا دلوقتي المفروض هنستنى لغاية لما الدقيقة تيجي 18. أول ما تيجي 18 هيتم نقل أكاونتين، وهيتبقى الأكاونت التالت أو اللي حظه ما ساعدوش إن هو يدخل، هيخش بعد ما واحد من الاتنين دول يكسب. هنشوف مع بعض دلوقتي. وزي ما شفتم مع بعض كده الاكونتين دخلوا لبعض، وهنشوف بقى اللي هيتم ايه فيهم. هنمسك مثلا الاكونت ده ونقول له اقتل لنا الاكونت ده يا عم الحاج. هنشوف ايه اللي هيتم دلوقتي. اللي هيتم كالاتي: دخل لنا الاكونت اللي موجود تاني في المابا الاولانيه. حلو كده. كتب تحت ايه؟ قالك دلوقتي بص يا سيدي، الراجل الاولاني اللي هو البت المونكي دي كسبت، وهيقابل دلوقتي ايبك مان. يلا يا عم ايبك مان، نشوف الدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي. هنقتل ايبك مان. هيعمل تشيك يشوف في ناس لسه في المدينه التانية هناك ولا لا. لو ما لقاش هيطرد كله بره، ويدي الراجل اللي كسبان ده النقط بتاعته بالمنظر ده. وطبعا تقدر تغير النقط من هنا باستونات مثلا زي كده، وتبلصها على الاصطفه بتاعتك. دي تاني وتالت ايفنت موجودين معانا.